السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم منى من قناة ميمو منى. النهاردة جايه لكم فيديو جديد ووصفة جديدة. هي مش جديدة قوي يعني. النهاردة هنعمل غدا بسيط مع بعض. تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه. هنعمل مع بعض مكرونة بالسجق. معانا كيس مكرونة ومعانا صلصة، معانا توم، ده للمكرونة. السجق معانا بقى، معانا ربع كيلو سجق، معاه طماطمايه صغيره، ومعاه بصلايه يعني متوسطه. تعالوا نشوف مع بعض هنبتدي ازاي. معانا كده حله على النار بتغلي ميه، هنحط فيها المكرونه عشان تتسلق الاول. هحط المكرونه وارجع لكم. حطينا كده المكرونه في الميه، هنقلبها تقليبه صغيره. هنحط لها بس شويه زيت، حوالي معلقتين كبار مثلا، ومعلقه كبيره ملح. هنسيبها بقى تستوي معانا، وعقبال ما تستوي تعالوا نعمل مع بعض الصلصه. تعالوا نعمل مع بعض بقى الصلصه. نحط شويه زيت، هننزل الاول بالثوم. حطينا الثوم معانا، هنسيبه يعني يدي لون ذهبي كده مع بعض. يدي اللون الذهبي الاول، هنقلبه. انا بحب احط مع الثوم شويه ملح صغيرين علشان ما يلزقش في الحله. اذا كان ثوم او بصل انا بحب اعمل الخطوه دي الصراحه. يعني انا شفتها قبل كده حد عملها وجربتها في كذا حاجه، عجبتني الصراحه وجميله. يعني بتخلي حتى البصل والثوم بيبقوا بقوامهم، بيبقى ناشف كده حلو، مش بيبقى باين، لا بيبقى باين في الاكل. بصوا كده ادت اللون الذهبي بتاع التومه. هنزل بقى بالصلصه. بسم الله. اهم حاجه في الصلصه بتاعت المكرونه ان احنا مش بنزود فيها ميه كتير، يعني بنخليها بتبقى تقيله عشان تتسبك معانا بسرعه. بصوا كده هي اصلا تقيله، يعني انا مش حاطه لها ميه ولا حاطه لها حاجه. نحط لها بقى التوابل بتاعتنا للصلصه. معانا معلقه فلفل اسمر، معلقه كمون، وواحده مرق دجاج، معلقه 7 بهارات، معلقه صغيره توم باودر، ومعلقه صغيره بصل باودر، وهنحط معلقه صغيره من السكر عشان حموضه الصلصه. بسم الله. نقعد كده نديها تقليبه. الصلصه بتاعت المكرونه دي يعني ما بحبش اكتر فيها التوابل كتير، وبحبها تبقى كده يعني طعمها بيبقى مسكر. نحط لها مثلا معلقه ملح، وبعد كده نبقى نظبط الملح بتاعنا. متنسوش ان احنا حاطين مرق دجاج. بس كده هنسيبها بقى تتسبك. هنوطي عليها بس النار شويه، هسيبها تتسبك. هغطيها. هبص على المكرونه بقى وارجع لكم. هنا المكرونه معانا بتغلي. بصوا كده داخله يعني كده نص سوا. اول ما تكمل سواها خالص هبقى اوريها لكم لما تخلص. بصوا كده المكرونه استوت معانا، قوامها ما شاء الله جميل. هصفيها بقى وارجع لكم تاني. كده خلصت المكرونه. انا بعمل خطوه بعد ما بصفي المكرونه كده، بشطفها بس شويه بالميه،
وبعد كده بروح حاطه عليها معلقه زيت. ثواني احطها معاكم. بصوا كده، احط معلقه زيت مع اننا حاطين في الميه، بس زياده تاكيد انا بحب احط الزيت فيها بعد ما تتشطف عشان تفضل على طول مفلفله معايا كده وما تعجنش ببعض. مهما اتشالت بقى في التلاجة، اتبقى عندنا مثلا طبق وشلناه في الفريزر، ما بيبقاش، ما بتمسكش ببعضها كده وتبقى مش حلوه. لا الصراحه بتبقى جميله، والخطوه دي بتبقى حلوه جدا جدا في المكرونه. كل مره لازم اعملها كده. تعالوا بقى عقبال ما تبرد معانا شويه والصلصه تتسبك نعمل مع بعض السجق. حطينا طاسه على النار فيها شويه زيت، سيبناه يسخن شويه. هننزل بقى بالسجق بتاعنا، نديله كده تقليبه بسيطه، يعني مش كتير، مبحبش اقلب في السجق الصراحه بالزيت. بس بسيبه شويه. بعد كده هنزل عليه بقى بالبصل. كده فرولت السجق معانا خالص عشان احط عليه البصل بالشكل ده. احط بقى عليه البصل. انا بفرول السجق كده، يعني دي طريقه من طرق المكرونه يعني اللي انا بعملها. بفرول السجق كده، بعمله معامله اللحمه المفرومه في السجق. بعد ما التسبيكه بتتسبك، القرص الطماطم بتتسبك، بروح حاطه ايه، بروح حاطه السجق ده عليه. هوريكم ازاي. سيبها بس شويه، بعد كده ايه هنزل بالتوابل بتاعتها. كده البصل دبل معانا في السجق. نحط الطماطم، نديها برضو تقليبه صغيره. بالشكل ده. بعد كده هنزل بالتوابل. التوابل بتاعت السجق انا ما بحبش اكترها، بتبقى ملح وفلفل وكمون وسبع بهارات. ده معلقه فلفل ومعلقه كمون وسبع بهارات، بنزل بيهم كده. ما بكترش الملح برضه عشان السجق ده بيبقى متبل، يعني برش بس رشه صغيره كده. وما تنسوش برضه ان انا حطيت ملح في الصلصه، فمش محتاجه ان انا ازود الملح في قلب السجق. هديهم تقليبه حلوه وهرجع لكم تاني. كده السجق خلص معانا، هنطفي عليه ونبص بقى على الصلصه بتاعتنا. بصوا كده، بسم الله ما شاء الله، الصلصه بتاعتنا خلاص كمان بقت جاهزه معانا. بصوا بقت تقيله، والزيت كده على الوش بتاع الصلصه. ده كده الصلصه اتسبكت معانا وبقت جاهزه تمام. هنزل بقى عليها المكرونه وارجع لكم تاني. كده حطينا المكرونه على الصلصه، نقلبها بقى كويس. وما شاء الله حمرا جدا جميله. بألف هنا وشفا فعلا للي يجرب الوصفه دي. انا ما اعملش المكرونه غير بالطريقه دي. كده المكرونه بتاعتنا بقت جاهزه. انا لسه ما طفيتش عليها النار، انا بسيبها بس يعني اقل من دقيقه كده تقليبه وبروح سايبها كده. الغدا بتاعنا بقى جاهز، هنغرف مع بعض اوريكم شكله النهائي. ده كده شكل الطبق بتاعنا بعد ما خلص. دي المكرونه بتاعتنا بالسجق النهارده. غدا بسيط وسهل جدا ومش هياخد منك وقت ولا مجهود خالص، وانت واقفه في المطبخ اقل من 5 دقايق هتلاقي نفسك عملتي الطبق الجميل ده. طعمه جميل جدا وريحته تجنن وسهل ومش هتتعبي فيه. ويعني لو مستعجله او وراكي مشوار او جيتي متاخره من بره، فطبيعي الطبق ده سهل جدا مش هياخد معاكي وقت. يا رب يكون الفيديو عجبكم.
هستنى منكم اللايك والشير والكومنت الجميل. طبعا دي حاجة بتفرحني جدا لما انتوا بتكتبولي كومنت بيعجبني. شكرا لكم جدا ومع السلامة.